بداية، لطالما كانت الجزائر ولا تزال قبلة حاضنة جامعة يشهد عليها تاريخها المجيد وحاضرها المزهر بالإنجازات، وكما تسجل صفحات التاريخ أن الجزائر تحفظت على قرار تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية. اليوم يكتب التاريخ بمداد الذهب أن الجزائر استطاعت وضع حد للتجرذم العربي، فوحدت الصف الفلسطيني وأعادت سوريا لحضن البيت العربي. أحمد خردين. بدبلوماسية لطالما عمدت إلى الحلول السلمية وتعزيز مبدأ الحوار، نجحت الجزائر في إرجاع الجمهورية العربية السورية إلى البيت العربي بعد طول غياب. سوريا التي غابت عن الأمة العربية لأكثر من 12 عاما بسبب الأزمة التي عرفها هذا البلد الشقيق تعود أخيرا بفضل جهود ومساعي من رمى بثقله الدبلوماسي وحنكته في إدارة الأزمات وتسوية الخلافات وتقريب وجهات النظر إلى غاية تحقيق الهدف المنشود في سبيل لم الشمل العربي. وبشهادة القاصي والداني لم تتوقف الجزائر عن السعي لتحقيق هذا الهدف، بل وكل الأهداف الرامية إلى الوحدة العربية. ولقد كان الإصرار كبيرا عندما ترأست الدورة 31 لمجلس جامعة الدول العربية، وهي المحطة الفارقة التي نصت مخرجاتها على ضرورة عودة الجمهورية العربية السورية لشغل مقعدها في الجامعة العربية من جديد. طبعا كلنا بنعرف أن الدولة الوحيدة اللي عارضت خروج سوريا من جامعة الدول العربية هي دولة الجزائر الشقيقة، ونحن بنعرف مدى العلاقات الوطيدة اللي هي بيننا وبين الشعب الجزائري طول فترة هذا الانقطاع، والدولة الوحيدة اللي استضافت سفيرنا وظل سفيرنا معتمد عندها بين السفراء العرب هي دولة الجزائر. اليوم نعود إلى الصف العربي كاملا، إلى مسار علاقاتنا الطبيعية مع كل الدول العربية بمساعي الجزائر وعدد من الدول، نقدم لهم كل الشكر والتحية والمحبة، وطبعا يعني تحية تقدير للشعب الجزائري الذي كان معنا منذ بداية الأزمة وحتى ضمن الكارثة الإنسانية التي ألمت بنا في 6 شباط الماضي، حيث تواجدوا على الأرض وقاموا بإنقاذ الضحايا من تحت الأنقاض. نقدم لهم كل المحبة والتقدير، وطبعا نتمنى لهم التقدم والازدهار. كل الحب والتقدير للجزائر حكومة وشعبا على هذه المواقف القومية وعلى هذا الأداء المشرف في المجالات الدبلوماسية على المستوى العربي والدولي. عودة سوريا العضو المؤسس للجامعة العربية إلى البيت العربي كان هدفا بذلت لأجله الجزائر جهودا حثيثة تحت قيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وذلك لما لديها من تاريخ وقدرات تمكنها من تقديم قيمة مضافة إلى العمل العربي المشترك. وبالعودة إلى قمة لم الشمل التي احتضنتها الجزائر العام الماضي، فقد كانت بمثابة الأرضية الصلبة نحو وضع حد للتشرذم العربي. فكما كان النجاح باهرا في إنهاء الانقسام الفلسطيني الذي توج بالتوقيع على إعلان الجزائر الذي أعاد الزخم للقضية المركزية والمحورية، ها هي المساعي تكلل بالنجاح من جديد وتتواصل الانتصارات على نفس الدرب، والجمهورية العربية السورية أخيرا في البيت العربي بعد طول انتظار. الجزائر وبفضل ثقلها الدبلوماسي ومساعيها الحميدة في لم الأشقاء العرب على كلمة سواء ستبقى قلبا كبيرا يسع الجميع ويدا ممدودة للبناء في زمن الشتات.